ازيكم يا حلوين، عاملين ايه؟ بما اني بحب مسلسل جزيرة غمام، فقلت ايه اقعد ادردش معاكم في صينية البطاطس اللي انا عملتها دي واتفرج على المسلسل برضو. فا ايه عملتها كانت خطيرة. قشرت طبعا البطاطس عادي لان اللقطة دي فاتت مني، والفيديو بتاعها اتمسح مش عارفة راح فين. قشرت البطاطس عادي، وهي البطاطس لازم يكون حجمها صغير مش كبيرة، يعني يكون الحجم بتاعها صغير كده قد الأكبر من الليمونة بحبة. بنقطعها من تحت ومن فوق، وبعدين بنقورها، والتقوير ده بننزل بيه في الطاجن، علشان ده هيبقى تحت البطاطس زي ما هتشوفوا قدام. وبعد ما بقورها بقى وكده، فبروح اغسلها غسله كويسه وانشفها كده، احطها في اي حاجه تصفي الميه. وبعدين بروح اقليها، بقليها كده علشان تبقى مستويه معانا حلو. بعدين زي ما انتوا شايفين كده. طبعا انا الصلصه برضو مش هحضرها قدامكم، لان انا عاملاها بتوم وصلصه طماطم. التوم وبحط عليها صلصه الطماطم وتتسبك كده وخلاص، فهي هتبان لكم اهو. اهي دي الصلصه طلعتها من الفريزر تفك، لان انا ببقى عامله الصلصه وبحطها في الفريزر. وهنقلي بقى باقي البطاطس ونطلعها على منديل علشان تصفي الزيت اللي فيها. طبعا مش هنحمرها التحمير اللي هو لا، اللي هو تاخد يا دوب تاخد لون كده، البطاطس تصفر كده وخلاص.
وهبتدي بقى ان انا احشي البطاطس. همسك بطاطسايه واحط فيها اللحمه وارصها كده زي ما انتوا شايفين. اللحمه اللحمه المتعصجه طبعا بارده او حتى سخنه يعني عادي، بس انا كنت عملتها في الاول. كده كده عندي الطريقه بتاعت اللحمه المتعصجه، هحطها لكم في اخر الفيديو. هنا كنت خلصت وحطيت لها الصلصه اللي قلتلكوا عليها، ان انا عملتها بتوم وصلصه طماطم. وحطيت عليها من فوق جبنه موتزاريلا، وهحطها في فرن سخن على درجه حراره 180 او 200، يعني 180 او 200 درجه. هحطها في الفرن وتعالوا هوريكم شكلها بقى عامل ازاي. هنا اهو بعد ما طلعتها بصوا شايفين شكلها جميل ازاي، تحفه خطيره. الوصفة دي كنت عاملاها من فترة، فعشان كده في كذا فيديو زاغ مني اللي هو بايها، بس هي والله مش مستاهلة اي حاجة كتير، هي تحفة. وفي السفرة وفي العزومات كده حاجة جنان. كانت تحفة. هوريها لكم وانا بغرفها دلوقتي. قدمتها مع رز ابيض ولحمة مسلوقة ويا رب ممكن تشوحوها او تحمروها عادي. شايفين تحفة وهي سخنة بتبقى خطيرة. هي دي الأكلة اللي تدفي في الشتاء، يعني بصراحة حاجة تحفة. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وشير.